يا مساء الفل. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومكونات موجودة في كل بيت. هتطلع هشة وطعم وريحة في منتهى الروعة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. اول حاجة هحضرها كوباية سكر، كوباية زيت، برتقانية متقطعة بقشرها. ما تقلقوش خالص من موضوع القشر، يعني مش هتمرر ولا اي حاجة. انا هضيف الزيت والسكر والبرتقانة اللي انا مقطعاها وثلاث بيضات، كل ده في الخلاط مع بعضه. طبعا انا مش محتاجة فانيليا عشان قشر البرتقال، ضربته كويس قوي في الخلاط. هنا انا حضرت كوبايتين دقيق بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر والزيت، وحطيت كيس بيكنج باودر ورشة ملح خفيفة وتمن معلقة بيكربونات الصوديوم، وهبتدي اقلبه. هو الخليط بيبقى سميك شوية، هقلبه كويس قوي لغاية ما الدقيق كله يختفي. وهدهن هنا الصينية بزيت، برشة زيت، وهبتدي احط الخليط فيها. خلاص زي ما انتوا شايفين، اديكوا شايفين سميكة ازاي العجينة. حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180، الشبكة اللي في النص. خرجت بنفس الشكل ده، طعم وريحة حاجة كده خرافة. دي بتبقى حلوة قوي اما تقوموا تعملوها في السهرة بالليل مع كوباية شاي بلبن قدام التلفزيون. جميلة جدا 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 وما بتاخدش 10 دقايق. انا هنا زينتها بصوص شوكولاتة وصوص كراميل. خرجت حاجة كده خرافية وما خدتش وقت خالص خالص خالص. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك